خليك معايا لحظة وتخيل إنك واقف قدام برج واضح جدا إنه مائل وكأنه هيقع في أي وقت. بس المفاجأة إنه بقاله أكتر من 800 سنة واقف متحدي الجاذبية والزمن. النهاردة حكايتنا عن برج بيزا المائل. مرحبا بكل متابعين قناة ترند بوكس. برج بيزا موجود في مدينة بيزا في إيطاليا، وابتدوا يبنوه سنة 1173، وكان المفروض يبقى برج أجراس عادي مستقيم تابع لكاتدرائية المدينة. لكن بعد ما وصلوا للدور الثالث بدأ البرج يميل بسبب إن التربة اللي تحته كانت ضعيفة وطرية ومش مستحملة الوزن التقيل. المهندسين اتفاجئوا ووقفوا البناء سنين طويلة، وبعض المؤرخين بيقولوا إن التوقف ده هو اللي أنقذه من السقوط في البداية، لأن الأرض لحقت تستقر شوية. بعد كده قرروا يكملوا البناء لكن بطريقة ذكية، فكانوا يبنوا الأدوار العليا بزاوية عكس الميل علشان يوازنوه، وده خلى البرج ياخد شكل منحني بسيط واضح لحد النهاردة. طوله حوالي 56 متر ووزنه أكتر من 14 ألف طن، وميله وصل في فترة من الفترات لدرجة خطيرة خلت العلماء يخافوا إنه ينهار. لكن في التسعينات اتعملت عمليات تدعيم معقدة جدا، وتم سحب جزء من التربة من الناحية العكسية علشان يقللوا زاوية الميل ويحافظوا عليه. الغريب إن العيب اللي حصل في البداية هو اللي خلاه أشهر برج في العالم. ملايين السياح بيروحوا كل سنة يتصوروا وهم ساندينه بإيديهم في الصور المشهورة. وبرج بيزا مش بس مبنى مائل، ده رمز الفكرة مهمة جدا، إن الغلط أو المشكلة ممكن تتحول لميزة تخليك مختلف ومميز عن أي حد تاني. وفي الآخر برج بيزا المائل بقى واحد من عجائب الدنيا الحديثة، وشاهد على إن الهندسة مش بس أرقام وحسابات، لكن كمان صبر ومحاولات وتصحيح أخطاء. دي كانت حكاية برج بيزا المائل من قناة ترند بوكس. ولو حابب نكمل رحلتنا مع أشهر معالم وعجائب العالم، ما تنساش لايك واشتراك.